التاريخ. انسب الأعمال. من هو أسس تنظيم الضباط الأحرار للقيام بثورة ضد فساد الحكم والاحتلال؟ طبعا الرئيس جمال عبد الناصر. أصدر وعد تعهد فيه بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، هو جيمس بالفور. دعا السادات وبيجن، طبعا السادات رئيس مصر وبيجن رئيس وزراء إسرائيل، لحضور اجتماعات في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الأمريكي كارتر. تابع انسب الأعمال. أصدرت أول مجلة نسائية عرفت بمجلة الريحانة فبراير 1907 جميلة حافظ. أول وزيرة للشؤون الاجتماعية في 1962 حكمة أبو زيد. السؤال السادس في انسب الأعمال. كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973 والتي أعدت دراسة عن أنسب التوقيتات للحرب، الفريق محمد عبد الغني الجمصي. رئيس المحكمة الدستورية العليا والذي تولى إدارة البلاد بعد عزل محمد مرسي 3 يوليو 2013 عدلي منصور، المستشار طبعا عدلي منصور. السؤال الثاني اكتب ما تشير إليه العبارة. 1. تضم جمعيات المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية والجمعيات الخيرية. ده تعريف يا أولاد منظمات المجتمع المدني، من الأسئلة المتوقعة اللي ممكن تيجي في الامتحان إن شاء الله. عدم الانضمام لأي من الكتلتين الشرقية والغربية، حركة عدم الانحياز. الوثيقة الرسمية التي تحدد نظام الحكم في الدولة، ده تعريف دستور. هيئة دولية أصدرت حكمها بأحقية طابة لمصر سبتمبر 1988 هي محكمة العدل الدولية. رقم 5. المنظمة الوحيدة المتخصصة بالطفولة وتابعة للأمم المتحدة، منظمة اليونيسيف. مؤتمر شاركت فيه مصر بفاعلية لأنه يدعو لحل الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء قرارات مجلس الأمن وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، مؤتمر مدريد للسلام اللي عقد طبعا في مدينة مدريد بأسبانيا. السؤال الثالث بما تفسر. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948 بسبب دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإسرائيل، وعدم استعداد الجيش العربي والمصري عسكريا للحرب. فشل العدوان الثلاثي على مصر 1956 طبعا كلنا عارفين بسبب المقاومة الباسلة من الشعب والجيش وصلابة القيادة، وقوف الشعوب العربية بجانب مصر، تنديد الأمم المتحدة بالعدوان على مصر، تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل العسكري لوقف العدوان، رفض الولايات المتحدة حل النزاعات بالقوة. وكلنا عارفين يا أولاد أن العدوان الثلاثي 3 دول عملوا عدوان على مصر، وهي فرنسا وإنجلترا اللي هي بريطانيا وإسرائيل. فرنسا مشاركة عشان مصر ساعدت حركات التحرر الوطني في الجزائر ضد طبعا الاستعمار الفرنسي، وبريطانيا مشاركة علشان مصر قامت بتأميم شركة قناة السويس، وإسرائيل مشاركة طبعا عشان مصر جابت صفقة أسلحة من الاتحاد السوفيتي لمواجهة أطماع إسرائيل ضد الفلسطينيين. تابع بما تفسر. قامت مصر بإغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية مايو 1967 وذلك لإحكام الحصار الاقتصادي الذي يفرضه العرب على إسرائيل. السؤال الرابع في بما تفسر. انتهاء نظرية الأمن الإسرائيلية بعد حرب أكتوبر 1973 بسبب تحطيم الخطوط الدفاعية والتحصينات مثل خط بارليف. السؤال الخامس بما تفسر. تدهور الأوضاع الاقتصادية قبل ثورة 25 يناير 2011 بسبب التطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة، اللي هو بيع مؤسسات الدولة بأقل من سعرها الحقيقي لصالح فئة من رجال الأعمال، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة في مصر. اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية. السؤال الرابع. ما النتائج المترتبة على معاهدة 1936 مع بريطانيا بالنسبة لمصر؟ كلنا عارفين إن ده أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث جعلت مصر ميدان لمعارك الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى استنزاف موارد مصر لصالح بريطانيا وحلفائها وإرهاق الاقتصاد المصري ومعاناة أفراد الشعب. ما نتائج عقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل؟ طبعا مارس 1979 أدى إلى رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء ما عدا طابة.
ما نتائج قيام السادات بوضع الدستور الدائم دستور 1971؟ طبعا مؤكدا على تطبيق القانون واستقلال القضاء وإقرار مبدأ التعددية الحزبية، وكان طبعا يا ولاد من إجراءات مصر لتهيئة وإعداد الجبهة الداخلية قبل حرب أكتوبر. السؤال الخامس: ماذا يحدث إذا لم يتم عقد مؤتمر كامب ديفيد سبتمبر 1978؟ طبعا لم يتم التوصل إلى إطار اتفاق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. السؤال الثاني في ماذا يحدث: ماذا يحدث إذا وافقت إسرائيل على قرار مجلس الأمن رقم 242؟ طبعا كانت إسرائيل ستنسحب من الأراضي التي احتلتها، اللي هي طبعا الضفة الشرقية لقناة السويس وسيناء وهضبة الجولان وغزة والضفة الغربية لنهر الأردن، وكانت ستتحرر سيناء وهضبة الجولان وعدم قيام حرب أكتوبر 1973. ماذا يحدث إذا لم يحدث فساد الأحزاب وفساد النظام الملكي قبل ثورة 23 يوليو 1952؟ لم تتدهور الحياة الاجتماعية، وكانت ستتحقق الحياة الديمقراطية السليمة، ولم تنتشر الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة، ولم يستبد الملك فاروق بالحكم. السؤال السادس: أكمل ما يأتي. بيقول لي طبقا لقرارات عصبة الأمم قررت دول نقط المنتصرة في الحرب وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. طبعا يا ولاد قررت دول الحلفاء اللي هي بريطانيا وفرنسا. بعد صدور قرار تقسيم فلسطين من هيئة الأمم المتحدة في 1947 امتنعت مين عن التصويت وقالت أنها ستسحب قوتها؟ بريطانيا. كان مؤتمر كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية. أيدت مصر اتفاقية نقط للسلام وما حدث من اتفاقيات أخرى تتعلق بانسحاب إسرائيل من فلسطين وإقامة سلطة وطنية فلسطينية، طبعا اتفاقية أوسلو للسلام. حصل على وسام نجمة سيناء وقاد خطة الخداع لصرف أنظار إسرائيل عن التجهيزات الهجومية المشير أحمد إسماعيل. شغلت منصب رئيس اللجنة التشريعية لمجلس الشعب طبعا الدكتورة أمال عثمان. تابع أكمل ما يأتي. أهم أجهزة منظمة الأمم المتحدة هو مجلس الأمن. هتقول لي ليه يا مستر؟ أقول لك لأنه مسؤول عن حفظ السلام والأمن الدولي. رقم 8 في أكمل: منظمة نقط متخصصة في القضاء على الجوع وتنمية الإنتاج الزراعي في الدول النامية والتغذية الجيدة ومقرها روما بإيطاليا، منظمة الأغذية والزراعة الفاو. ساهمت منظمة نقط بإنقاذ معبد أبو سمبل من الغرق وإحياء مكتبة الإسكندرية، طبعا منظمة اليونسكو اللي هي مهتمة بالتربية والعلوم والثقافة. يتم اختيار الأمين العام لجامعة الدول العربية بأغلبية الثلثين من مجلس الجامعة ولمدة 5 سنوات. تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي كم مرة؟ 3 مرات يا ولاد، وكانت المرة الأخيرة اللي هي المرة الثالثة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولازم برضو نبقى عارفين ان مصر من اوائل الدول اللي شاركت في تأسيس وبلورة فكرة منظمة المؤتمر الإسلامي، وخاصة أول حاجة أقيمت على أرض المغرب بمدينة الرباط